السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. جيت نجري نحط لكم وصفة لي صابلي اللي نص الجزائريين ما ينجحش معاهم. راني سبقت وحطيت لكم الوصفة، لكن هذه الخطرة جبت لكم صابلي المعجون. وصفة تاع زمان خلاص اللي كنا ناكلوه من عيد لعيد. على بالي راكم سخفانين عليه، ولا على بالي راكم متحمسين للوصفة اكثر مني. خليوا لي لايك وتعليق واشتراك، واهم شيء تفعلوا جرس التنبيهات، ويلا نبداو بسم الله. عندنا 500 جرام تاع لا مارغرين، عندنا كأس سكر ناعم، عندنا كأس نشاء، عندنا نص كاس تاع زيت، عندنا مغرف صغيرة لافاني، وعندنا رشة ملح، وعندنا لافارين تقريبا كيلو جرام. اللي راهم يتبعوا في الفيديو راني راح نقول لكم كامل أسرار نجاح صابلي، لهذا ننصحكم أنكم تتبعوا للفيديو للأخير، هكذا باش يعني تفهموا كامل الأسرار وينجح معكم وتوروهم العائلة تاعكم. فوالا دركا راح نجيبو الريسيبيو تاعنا نحطو فيها لا مارغري مع السكري غلاس. والسر الاول لازم نغربلو السكري غلاس باش الصابلي تاعنا يجي متحوف. نضربوهم حتى يولو كريمه كيشغل كريمه الزبده. فوالا راح نضيفو رشة ملح ومغرف صغيرة ولافاني ونعاودو نضربوهم. راح نضيفو نص كاس تاع زيت، والدور تاعو انه يمد قرمشة للصابلي ويمد تحميرة شابة للصابلي تاعنا. نضيفوا بيضة واحدة تكون درجة حرارة الغرفة، تخلي الصابلي تاعنا يجي بزاف خفيف وهشيش، يذوب في اليد قبل الفم. بعد ما نكملو نخلطوهم نجيبو كاس نشاء، والدور تاع نشاء هي اللي تخلي لنا الصابلي يذوب في الفم خلاص. وتمدلو تروى مش نورمال، وش بيكم توما. واهم من ذلك تخليه متماسك وما يروحلوش هذاك الشكل تاعو، لانه اغلبيتكم هاوين يقع لهم المشكل ما يعرفوش كيفاش يحافظوا على الشكل تاع الصابلي، يدخلوه مربع يخرج مثلث. الله غالب ما على بالهمش. لكن اليوم راني قلت لكم السر هو انه ديروا نشا، اذا درتوا نشا اعرفوا باللي الشكل راح يبقى هو. فوالا راح نمد لكم ملاحظة صغيرة. شتو في 500 جرام تاع لا مارغرين، شتو هذه الملاحظة لازم تكتبوها في كراسكم ولا تحلوا دماغكم، وراني راح نحط لكم في هذه الملاحظة. فوالا في 500 جرام لا مارغرين ديما يقابلوا كاس نشا وكاس سكر جلاس وكيلو فرينة. المارغرين لازم ديما تكون ضعف السكر جلاس. مثلا استعملنا 250 جرام تاع لا مارغرين، السكر لازم نستعمله 125 جرام باه يكون توازن. ان شاء الله تكونوا فهمتوني، خطرش هذه الاسرار ما تلقاوهاش حتى في الورشة، تسلكوا دراهم وما يقولوا لكمش عليها. فوالا بعد ما تحصلوا على كريمة بيضاء نبداو نضيفو في الفرينة. الفرينة لازم تكون على 3 دفعات، والفرينة ضروري لازم تغربلوها باش ما تخرج لكمش هذيك الصابلي خشينة وتقهم. فوالا ونصيحة كي تلموا الصابلي بالك وتلموها براحة اليد، ولا تعجنوها كيما تاع الكسرة. عجين العجينة تاع الصابلي لازم تتلم غير بالأصابع، الأصابع فقط، لأنه جد حساسة كيما البنات. وصدقوني كنت تبعوا هاد الطريقة راح يخرج لكم صابلي واو، وكامل راح يسقسوكم على الوصفة. وصدقوني هاد الصابلي من الفوق راح يجي مراية، يعني راح يجي ليس خلاص. بون بعد ما كملنا قلت لكم لا تلموا العجينة تاعكم. حاولوا ما تخلطوهاش بزاف، يعني مش تقعدوا تدلكوا فيها تدلكوا منا للصباح. لا لا، غير شوية خلاص. على بالكم علاه، لانه كنت تدلكوها بزاف هذيك الفرينة رايحة تطلق اليدام تاعها ورايحة تطلق الزيت، لهذا كي تدخلوها في الفرن اذا دخلتوها مربع رايحة تخرج مثلث. وحنا ما حبيناش هذا الشيء، يعني جيست نحسو باللي ما راهيش تلصق في يدينا صاي نحبسو لها. واذا حشات لكم يعني ولا كلحتكم ويبست لكم شويه، زيدوا لها شويه لا مارغرين ولا زيدوا لها شويه زيت. فوالا دركا راح نغطوها بالساشي ونخلوها ترتاح مدة 10 دقائق، وكل ما نخليوها ترتاح كل ما تجينا يعني مليحة. نجيبو ليمون، انا استعملت هاد الليمون اللي راكم تشوفوا فيهم، وانتم عندكم حرية اختيار الاشكال. نفرشوا هذا النيلو اللي هو ضروري جدا، راح يساعدكم باش تهزوا الحبة تاع الصابلي تاعكم بدون ما تطيح لكم ولا تشقق لكم ولا تتكسر لكم. فوالا نستعملوه نرشوه بالفرينة من الفوق ومن التحت. وهنا كي نضربوا العجينة راح نقول لكم سر خطير اللي يخلي العجينة ولا الحبة تاعكم يعني يخلي الحبات تاعكم كامل على مستوى واحد، هو انكم
تدو وتجيبو بالقنوط كيما راكم تشوفوا، يعني تفوتوا عليها كامل باش تجينا هذيك السطح تاع الصابلي تاعنا متساوي. فهمتوني؟ دركا بعد ما نكملوا نطبعوا رايحين نفوتوها على فرن يكون مسخن مسبقا، تكونوا شعلتوه على الاقل 10 دقائق، وتبقى في الفرن 10 دقائق بين ما تحمر على الجوانب. نشعلوا لها من الفوق، تحبوا تخلوها تاخذ تحميرة شابة ولا تخلوها تنحوها بيضة. بالنسبة للتزيين راح نخدموه فقط بسكر جلاس والمعجون والشوكولا، لانه قلنا راح نديرو الصابلي تاع زمان. انا راح نوري لكم بعض المشاهد تتفرجوا وتشوفوا لي في النتيجة. فوالا، النتيجة راهي قدامكم، راه خرج بزاف طري وبزاف شباب. ما بقى غير نقولكم تهلاو لي في روحتكم، تلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله، ونتلاقاو في وصفة واحدة اخرى ان شاء الله. واللي بقاو لهذا الوقت راهم يتفرجوا فيا، ما نسمح لكمش اذا ما درتوش لايك ومديتوا لي تعليق مناسب وحطيتوا لي اشتراك في القناة، لانه راني نتعب نخسر دراهم ونزيد سوايع وانا مع المونتاج وراني نصور والتليفون تعمر والحكايات هذو كامل، والسخانة تاع الكوزينة في الاخر لقى زوج ليجان. ها ما تمسخروش بينا، ها حشموا شوية، حطوا لنا دعمونا شوية، وانا عليا نحط لكم الاسرار. هيا تهلاو في روحتكم والسلام عليكم.